بأول كذبة، وهي إن في حد فاهم قوي هو بيعمل إيه. إحنا كلنا بنستكشف، وأحيانا البعض مننا بيظن إن هو وصل بقى للحتة اللي هو فهم عندها كل حاجة، وهو بيقوم واقع على جدور رقبته ويكتشف إن هو ما يعرفش أي حاجة. في بداية المعرفة بأي شيء أو بأي فرع من فروع العلم، مع أول جرعة من المعرفة وإزالة ظلام الجهل ده، فأنت بتنتشي جدا وتحس إن أنت يعني خلاص أنت عرفت اللي محدش عرفه، أنت حوزت معرفة غالية جدا، وده بيديلك ثقة في نفسك لما تيجي تتكلم، وتلاقيك دايما مشمر دراعتك بقى ورايح للجدالات والنقاشات والحاجات دي كلها وجاهز، وعندك ثقة غريبة. لو اي حد ما يعرفكش بيشوفك فهيظن ان انت بتقول كلام صح 100% بناء على الثقة اللي بتتكلم بيها. بعد شوية هتتعلم قدر كافي تكتشف عنده ان انت ما تعرفش حاجة، واللي انت عرفته ده يعني ايه غيض من فيض، حاجة بسيطة خالص. تبص لنفسك اللي قبل كده وتستعجب وتقول هو انا كنت جايب الثقة دي كلها منين؟ اللي احنا عايزين نقوله ان مفيش حد بيبقى عارف قوي الحاجة اللي هو بيتكلم عليها، كلنا بنسدد ونقارب وندعو ربنا ان هو يوفقنا ويقربنا من الصح.